أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا جماعة؟ يا رب دايما تكون صحة وسلام يا رب. الفيديو بقى النهاردة هنكمل العملات بتاعة الملك فاروق الأول. دي الجزء التاني منه زي ما أنا وعدتكم. وهنخلونا قبل ما نبدأ زي ما احنا متعودين دايما نصلي على سيدنا النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وتكون أول عملة معانا النهاردة الخمس قروش، إصدار سنة 1937 وانتهى إصدارها سنة 1939. معمولة من مادة الفضة بوزن 7 جرام، والقطر بتاعها 26 مليمتر، والسماكة بتاعتها 1.5 مليمتر. كمية السك المعروفة عن القطعة ديت 8 مليون قطعة فقط لا غير. وعايزك تكتب الحاجات دي في ورقة عشان لما تنزل تبيع تبقى انت عارف انت بتتكلم مع ايه في الراجل، يعني يتكلم الراجل في ايه وكده. لو انت حابب برضو تبيع على المواقع تبقى عارف ان انت الناس اللي هتخش لك على بتاع الرسائل الماسنجر وكده ان هي تبخس لك بسعر الارض، فتفاجئهم انت بالمعلومات اللي عندك. تمام، ساعتها هم يدوك بقى اسعار حقيقيه، يبداوا يتفاوضوا معاك في اسعار حقيقيه. فخلونا بقى ايه نقول سعر الانصر للخمس قروش بتاعت الملك فاروق الاول ب 6500 جنيه، بواقع 130 دولار. نخش على تاني عملة معانا النهاردة العشر قروش أو العشر قروش بتاعت الفاروق الأول. إصدار سنة 1937 وانتهى إصدارها سنة 1939. معمولة من مادة الفضة بوزن 14 جرام، والقطر بتاعها 33 مليمتر، والسماكة بتاعتها 2 مليمتر. كمية السك المعروفة عنها 5 مليون و650 ألف قطعة. يعني نقولها تاني، 5 مليون و650 ألف و80 قطعة. تمام، لأن أنا نسيت ال80 دي في الأول. بسعر بكام بقى يا عم محمد؟ بسعر للأنصر اللي هي حالة البنك 7250 جنيه، بواقع 145 دولار. هتقولي الأسعار كبيرة أوي، الأرقام بالألوفات. أقول لك طبعا لأن سعر الدولار بقى وصل ب50 جنيه دلوقتي، 50 جنيه و60 قرش. أنا كمان حاسب لك سعر الدولار ب50 جنيه ومقربهولك، أنت فاهم قصدي؟ قافل لك ال50 ومش بحسب ال60 قرش عشان تطلع معايا بكسور. فعشان كده الأسعار هتلاقيها 7000 8000، وهي حقها الصراحة. يعني كنت بتتكلم في قطعة من سنة 1939 ومسكوك منها 5 مليون و600 ألف قطعة يا عم. سيبك من شوية الفكة اللي حواليها، 5 مليون قطعة بس. فانت بتتكلم في ندرة عالية جدا تمام للعملة، ومعدي عليها عمر كتير. سعر الأنصر 7250 جنيه زي ما احنا قلنا، بواقع 145 دولار. نخش بقى على ال20 قرش بتاعت الملك فاروق الأول. إصدار سنة 37 وانتهى الإصدار بتاعها سنة 1939. معمولة من مادة الفضة بوزن 28 جرام. تقيلة بقى، 28 جرام دي حاجة تقيلة أيام ما كان الريال يعني ليه هيبته. المهم القطر 40 مليمتر، والسمكة بتاعته 2.5 مليمتر. هنا كمية السك مش مذكورة، بس عامة يعني دايما الريال اللي هو ال20 قرش كانت بتبقى على حسب القيمة أيام زمان، فبيتم إصدار عدد سك قليل. تمام، مش زي مثلا دلوقتي تلاقي كميات السك كبيرة وكده. لا، دي مثلا 5 قروش وليكن هتلاقيها، اللهم صل بينا على النبي، 10 مليون 8 مليون، والعشر قروش هتلاقيها 5 مليون. كل ما بتطلع بالقيمة عدد السك بيقل. فأكيد يعني ال20 قرش دي مش هتتجاوز ال3 مليون أو ال2 مليون و500 ألف قطعة بس ده يعني من عندي الكلام ده، عدد السك في ال20 قرش بالذات من عندي الكلام ده. أنا بس بحاول أوصلك المعلومة اللي أنا إيه بعرف استنتجها من العملات. تمام، بس على العموم سعرها للأنصر ب 8500 جنيه، بواقع 170 دولار. وده كمان لما سعرها هقول لك ان سعرها ب 8500 دولار، ب 8000 قصدي و500 جنيه، يبقى سعرها غالي، يعني عدد السك بتاعها قليل. تمام، عشان تبقى عارف بس ان الثلاث عملات دول بالذات قليل، يعني اسعارهم نادرة. عملات الملك فاروق كلها نادرة. تمام، نخش بقى على الجنيه بتاع الملك فاروق الاول. وده بقى حاجه يعني انا ما بنزلهاش كتير في القناه، بس انا قلت طالما الملك فاروق موجود يعني والعملات بتاعته هنتكلم عنها فبنجيبها. وكمان عشان خاطر هي بتتباع على الاي باي وبتتباع باسعار مهوله، انت هتشوف دلوقتي بنفسك. اصدار سنه 38 الجنيه دوت، وانتهى اصداره سنه 1938. التصنيف بتاعها يعني مش عملات متداولة، ما بتنزلش في وسط الشعب، لا دي اصدارات هواة للهواة. معمولة من مادة الذهب زي ما انا قلت لكم. الوزن بتاعها 8.5 جرام، والقطر 21.5 مليمتر. كمية السك المعروفة عنها 5000 قطعة فقط لا غير، يعني تعتبر زي حاجة زي آثار كده دلوقتي. تمام،
بسعر الأنصر ب115,000 جنيه بواقع 2300 دولار. 2300 دولار. مش عايزك تستغرب الأرقام، لأن أولا يعني أنت لو حسبت الدهب لوحده هتلاقيه رقم لوحده، تمام؟ غير بقى يعني عدد السك النادر جدا بتاعها 5000. فكل الحاجات دي انت لو معاك العملة دي انا متأكد يعني اكيد يعني مش هتفرط فيها. مش عارف او ما اعرفش حد يعني ممكن يفرط في حاجة زي كده بالرقم زي ده. انا لو معايا العملة دي مستحيل ابيعها ب115,000 جنيه على فكرة. ده اقل حاجة دي ممكن ربع مليون جنيه اطلبه فيها. تمام. المهم يعني بنتمنى يعني. المهم 50 قرش بتاعة الملك فاروق برضو إصدار سنة 38، وانتهى الإصدار بتاعها سنة 1938، معمولة من مادة الذهب، بوزن 4.25 جرام، والقطر بتاعها 20.5 ملم. كمية السك المعروفة من 50 قرش ديت 10,000 قطعة. خدت بالك إن الجنيه مسكوك منه 5000، ده اللي أنا كنت أكلمك فيه في ال20 قرش. هنا بقى برضو ال50 قرش بقى مسكوك منها ضعف عدد الجنيه، تمام؟ 10,000 قطعة فقط لا غير. بسعر للأنصر للقطعة الواحدة طبعا 70,000 جنيه بواقع 1300 دولار. نخش على العملة اللي بعد كده. ال20 قرش بقى بتاعت الملك فاروق إصدار سنة 38، وانتهى إصدار سنة 38، معمولة من مادة الذهب، بوزن 1.7 جرام، والقطر 13.5 ملم. وكمية السك المعروفة 20,000 قطعة. خدت بالك اهو برضو ده بقى ضعف ال50 قرش، تمام؟ 20,000 قطعة. بسعر للأنصر للقطعة الواحدة 27,500 جنيه بواقع 550 دولار. نخش على اخر عملة معانا بقى النهاردة، ال5 جنيه بتاعت او ال500 قرش ايا كان يعني زي ما كانوا بيسموها ايام زمان، بس انا هقول لك ال5 جنيه يعني. بتاعت الملك فاروق، إصدار سنة 1938، وانتهى إصدارها سنة 1938. معمولة من مادة الذهب طبعا، بوزن 42.5 جرام. ده سبيكة، تعتبر زي سبيكة. 42.5 جرام، والقطر 36 ملم. السماكة بتاعتها مش مذكورة ولا كميات السك، بس طبعا ادينا فهمنا المنطق اللي كانوا بيمشوا بيه ايام زمان، ان القيمة لما كانت بتزيد بتاعة العملة كان بيقللوا عدد السك منها. انا اتوقع مفيش منها غير بتاع 1000 بتاع او 500 قطعة فقط لا غير، لان سعرها على الايباي اللي متباع بيه، شوف الرقم ده بقى يا مؤمن، 13,500. مش جنيه، لا، 13,500 دولار. يعني كسرة النص مليون جنيه، يعني بحسبة بسيطة بتاع 650,000 700,000 جنيه للقطعة ديت فقط لا غير. ده أكيد من مليار في المية مسكوك منها بتاع 1000 قطعة أو 500 قطعة فقط لا غير، مع ناس محدودة في مصر لا يعلمهم إلا الله، تمام؟ يا بختهم طبعا. ومش عايزين نحسدهم عشان ما يحصل لهمش حاجة، ربنا يبارك للناس كلها في رزقها. 13,500 دولار. انا ما حبيتش يعني مش كنتش عايز اقول الرقم بالجنيه عشان خاطر هيبقى رقم مهول زي ما انا قلت لكم، 700,000 جنيه للقطعة الواحدة. 13,500 دولار. وبس كده الفيديو بتاعنا خلص، والعملات كلها بتاعت الملك فاروق خلصت في فيديو واحد، في فيديوهين قصدي. وعشان خاطر انا برضو مش حابب اطول عليكم، بس يا جماعة القناة محتاجة اشتراكات ياما، يعني ان بلاقي ان الفيديو اللي بيتفرجوا عليه بتاع 90% ولا 80% غير مشتركين بالقناة، ونفس ال80% دولت بيعدوا على كل الفيديوهات. مفيش الا من رحم رب ال20% اللي هم بيشتركوا وهم واثقين في القناة وياخدوا منها معلومة، ويثقوا في صاحب المحتوى اللي هو انا يعني. فانا ما بشكرش في نفسي على قد ما انا بقول لك، انت لو يعني شايف ان انا بقدم لك معلومه مفيده اشترك معايا في القناه، لان بيك ربنا اولا ثم بحضرتك فانا هكبر والقناه هتكبر، وان شاء الله نقدم محتوى احسن واحسن باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.